الكابتن احمد بلال او العالمي احمد بلال لاعب نادي الاهلي السابق. كابتن احمد بلال كان في برنامج تلفزيوني ساعة ماتش الاسماعيلي وطلائع الجيش، الماتش شغال وده طالع على الهوا ينتقد في الناس ويتكلم عن الناس ويتكلم عن لعيبه صغيره في الملعب. تعالى بس نشوف الاول التصريح ونرجع تاني. Lose! I don't lose! I win! That's my job! That's what I do! من الدوري المصري انت كانك مثلا بتتفرج على فيلم على السلو موشن. سلو موشن. والله العظيم. يعني انا بتفرج على الماتش ده، اتفرجت على مثلا نص ساعه. اكتر حد جري في الملعب الحكم. يا خبر ابيض. الحكم. ده انهي ماتش فيهم اللي الماتش اللي شغال دلوقتي في ما هو في ماتشين دلوقتي. اسماعيلي طلع. الحكم اكتر واحد بيجري في الملعب، اكتر واحد حرفيا الحكم اكتر واحد بيجري في الملعب. تمام؟ كويس رياضه. ما تعرفش مين الفرقه اللي مطرود منها لعيب، مين الفرقه الكامله، مين الكسبان، مين الخسران. تمام. اوقات كتير جدا تحس ان الاسماعيلي عنده مشكله في التمركز، فتحس ان هو اللي ناقص، مش طلائع الجيش اللي ناقص. طلائع الجيش مطرود في اول 5 دقايق بالظبط. فاهم قصدي؟ ففرقه وطلع احسن احسن الشوط الثاني مسيطره. بتحاول تمام. بيحاولوا الى حد ما انتشارهم في الملعب افضل من الاسماعيلي. وبعدين تيجي اخر السنه يقول لك ايه، هو الاسماعيلي ما ينفعش يهبط ليه؟ ما ينفعش يهبط ليه؟ يعني لو انا باخد قرار ههبطه من دلوقتي. طبعا شفنا التصريح يا كابتن احمد بلال. اي نعم ما فيش غير الحكم اللي بيجري في الملعب، بس دي ال5 دقايق اللي انت اتفرجت عليهم في الاول. 5 دقايق في اول الماتش ما فيش غير الحكم اللي بيجري، ما فيش مشكله. انما ما تهدرش تعب لعيبه شباب، لعيبه كلها طالعه بحماس، لعيبه كلها اعمارها السنيه 19 سنه ما وصلتش كمان لل20 سنه، بتلعب في اكبر نادي او نادي من اكبر الانديه، قطب الكره المصريه. ما بيخلصش النادي ده، مش بيخلص. وانت اكيد جيت عندنا هنا، هو انت نسيت لما اتحبست هنا مع ال6 ساعات يا عم؟ نسيتهم ولا ايه؟ بالنسبه للسلو موشن اللي حضرتك شفته، هو انت ما اتفرجتش على الاهلي والمحله؟ طب ما تيجي افرجك على الاهلي والمحله. تعالى شوف الملايين ولاعيبه بتلعب في نادي اسمه المحله، نادي جماهيري. لو عندها استعداد تلعب ببلاش. فرق بين ملايين بتلعب وفرق بين لعيبه عندها استعداد تلعب ببلاش. تعالى بس افرجك. حلو شنكلو ولو المحل من الزمنودي، المحل من يندلوني، شرباتي عند سمنودي، بنت المجنونة جننتني، الرسالة اللي عايز اوصلها لحضرتك وعايز اوصلها لأي شخص محبط في التاريخ، الأندية الشعبية تعاني، الأندية الشعبية بتلعب بمجهودها، بتلعب بأبنائها، بتلعب برجالتها، بتلعب بشبابها، بتلعب بمجهودها كامل مش بملايينها. فابعدوا عنها وسيبوها. اما انت ما عندكش فكرة عن الدوري المصري او ما عندكش فكرة عن الفرق الدوري المصري الشعبية، سيبك من الدوري المصري خالص وخليك يا فندم في الدوريات الكبرى اتفرج عليها، وسيب لنا احنا الدعم للشباب، سيب لنا احنا المجهود اللي الناس دي بتلعبوا على ارض الملعب ويستحقوا الاشادة فيه. احنا بنشهدهم، ومن هنا بنقول نعم للأندية الجماهيرية.